الضغط والنبض ورسم قلب طبعا عليه. كل حاجه مجهزه بالفاكيوم والاكسجين اللي هو الجهاز الشفط اللي جاهز على البانل بتاعه الحيطه. بنقدر نوصلها على جهاز تنفس صناعي لو في اي مشكله بالنسبه للتنفس في المريض. المستشفيات المركزيه دي بيتواجد فيها وبيتوفر فيها جميع الخدمات على اعلى مستوى، من اول العنايه الطبيه العاديه للعنايه الطبيه الفائقه الى الجراحات. بيشرف على هذه الاماكن مجموعه من اطباء مصلحه السجون، واحنا عندنا اعداد كبيره جدا من الاطباء الضباط اللي هم خريجين القسم الخاص، بيشملوا جميع التخصصات. بالاضافه ان احنا عندنا تعاقدات مع جميع الاستشاريين تقريبا في كل التخصصات. الامكانيات كتيره جدا هنا، كل الاجهزه موجوده. جاي السنه اللي فاتت وعملت عمليه، وجاي ان شاء الله اعمل السنه دي واحده ثانيه. الدكتور مجدي الله يخليه لعياله حط زرع لي عدسايه وشل الميه اللي على عيني. احنا بنعمل عمليات الرمد على مستوى قطاع مصلحه السجون بالكامل. عملنا في خلال السنه اللي فاتت، سنه ونص اللي فاتت، 200 حاله، كلهم ميه بيضاء وزرع عدسه، وفي كمان عمليات ميه زرقاء وعمليات زفره وغيره من عمليات الرمد. انا كنت جاي، انا جاي الشباب في ورم سرطاني في البنكرياس. انا اتعالجت من كل حاجه، سناني طلع الاسنان والحمد لله. في 40 هنا ماشيين معانا يعني بما يرضي الله. يوم بغسل. لا بنيجي في ميعادنا وكويسين وتمام كويسين كل حاجه. هنا لقيت خدمه كويسه ودكاتره كويسين على مستوى، ويعني وشافوا كل اللي عندي، ومفيش اي مشكله يعني بشتكي منها هنا خالص. الاجهزه موجوده والدكاتره عاملين معامله حسنه، والله على ما اقول وكيل وشهيد. ولو في اي معامله غير الحسنه لا اقول. 90 دقيقة برعاية